يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله بقى بمناسبه ان رمضان قرب خلاص، فطبعا احنا شغالين في سلسله التفريزات، فهنفرز مع بعض النهارده سلق القلقاس بالطريقه الصحيحه الاصليه بتاعه زمان. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا يقعد معاكي من السنه للسنه من غير ما يحصل له اي حاجه. اول حاجه معايا كميه سلق، انا كنت جايبه 10 حزم سلق، ومعايا 3 حزم من الكزبره الخضراء. انا قرطفت السلق كده زي ما بنقرطف الملوخيه، عينته من العروش بتاعته، نزلت السلق من حوالين الساق كده بتاعه. والكزبره الخضراء خليتها زي ما هي، بس قطعت العروش اللي فوق وخليت الورق كده زي ما انت شايفه. هنقطعه، انا مش هقرطفها، بس مش اكتر من كده. هوريكم بقى ازاي هقرطف معاكم السلق دلوقتي. انا بنزله كده من حوالين الصاج زي ما انتم شايفين، كأنك بتقرطفي ملوخية بالظبط. زي ما انت شايفة كده، الطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد معانا وقت خالص، ويقعد معاكي من السنة للسنة ما يجرالوش اي حاجة. الطريقة دي هي الأصلية والصحيحة، اللي هي بتاعت أمهاتنا زمان اللي كانوا بيعملوها بيها. هي دي أحلى طريقة. ولا تقولي بقى سلق اللي يبقى أخضر ولا فاتح ولا الكلام ده خالص. هو السلق لازم يبقى غامق في القلقاس يا جماعة. بعد ما قرطفته هنا زي ما انتم شايفين كده خالص، وغسلت السلق وكمان غسلت الكزبرة الخضراء، نبدأ بقى اول حاجة نقطع الكزبرة الخضراء كده. انا عندي العروش بتاعتها بس، وهبدأ اقطعها زي ما انتم شايفين كده. انا مش هقرطفها زي ما قلت لكم، لان هي هتحط على النار مع السلق، فهي هتتهري خالص معاكي. جبت صينية على النار كده، حطيتها، وبعد ما صفيت السلق والكزبرة الخضراء هنزل بيهم كده في قلب الصينية. هنزل حبة حبة كده في قلب الصينية لغاية ما يهبط معايا السلق، لانه كله نباتات ورقية، فتلاقيه بينزل المية بتاعته خالص، وهتلاقيه هبط منك جامد. انا نزلت حبة واستنى شوية لما يهبط واحط حبة كمان. السلق بقى ده بيسهلك حاجات كتيرة جدا، وتحفظيه في الأكياس كده، مش بياخد معاكي مساحة في الفريزر. يعني في أي وقت عايزة تعملي قلقاس هتلاقيه سهل عندك قوي، وتروحي مطلعة واخدة منه السلق. لأن السلق بيحتاج وقت عشان تعمليه، وبياخد وقت جدا في تحميره، في حط التوم عليه وطحن السلق، فبياخد وقت معانا. فاحنا نفرزه في الفريزر أحسن. زي ما انت شايفة أنا نزلت بالكزبرة الخضراء كمان، بتحطيها كده عليه زي ما هي. بصي بيهبط كل ما تحطي، تلاقي السلق والكزبره الخضراء بيهبطوا معانا، لانهم بينزلوا الميه اللي فيها كلها زي ما انت شايفه. بعد ما هبطت كده هبدأ بقى انزل بمعلقتين من السمنه كده. عايزه تحطي زيت مفيش مشاكل يعني. هنبدأ نقلب بقى كده لغايه ما ما يتشرب الميه اللي فيه، اللي نزلت برضو كان فيه ميه بسيطه، هتتشرب كده. وبعد ما تتشرب منه هنبدأ نعمل هنحط عليه 6 حبايات من فصوص الثوم كده. حطيه سليم عشان لو قطعتيه صغير هيتحمر بسرعة، لكن انا عايزاه لسه هيستوي مع مع السلق. الثوم لما بيبقى صحيح ما بيتحمرش بسرعة يا جماعة. هنفضل نقلب لغايه ما يخرفش زي ما انتم شايفين كده معايا، اتحمر وتخرفش معايا في قلب الصينيه. هو كده الطريقه الصحيحه زي ما قلت لكم للسلق. هسيبه يبرد بقى، وبعد ما يبرد نبدا ننزل فيه كده. تحطيه في خلاط، تحطيه في كبه. انا هعمله النهارده بالهاند بلندر، سهل وبسيط، مش هياخد وقت معانا خالص. شفتوا لونه بقى عامل ازاي، وصوته مخرفش جدا. ابتدي اطحن كده بالهاند بلندر. هو هنا كان صعب شوية، فانا جبت ربع كوباية مية، بس للأسف ما تصوريش حطيتها عليه. وهنطحنه كويس جدا لغاية ما يبقى بوريه معانا. او بصوا كده، هو هنا طحن معايا كده زي ما انتم شايفين، بقى بوريه خالص. بصوا شكله. ممكن تحتفظي بيه في علبة بلاستيك وتحطيها، او برطمان، مش هيجراله اي حاجة. بس انا بحب احطه في الاكياس ليه؟ عشان يبقى سهل لو حبيتي تقطمي حتة منها، يبقى سهلة، مش لسه هتطلعي بالمعلقة من قلب البرطمان. وبطبقنا الكيس كده زي ما انتم شايفين بقى بالشكل القمر ده. هما طلعوا معايا يا جماعة 3 اكياس. الكمية دي عملت 3 اكياس، تقعد معاكي يعني، تعمل معاكي كذا مرة للقلقاس يعني. زي ما انتم شايفين طلعوا 3 اكياس دول بقى، شكلهم قمر كده، حاجة كده من الاخر. وتحط في الفريزر، مش هياخد معاكي مساحة خالص. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. وهي دي الطريقة الأصلية الصحيحة بتاعة أمهاتنا بتاعة زمان، أحلى من دلوقتي السلق الأخضر ده اللي ملوش طعم ولا لون ولا ريحة كده.
تعملي السلق ده ريحته كده جايبة اخر الدنيا وانت بتعمليه في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.